السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حضرات؟ عاملين ايه؟ مع حضراتكم فيديو جديد من قناتكم لفة في مصر. احنا دلوقتي تحديدا في مدينة الاسكندرية في ميدان سيوف، وعايزين نتفرج مع بعض يا جماعة على طريق مصر اسكندرية الصحراوي، ازاي نطلع على الصحراوي وازاي ايه اخبار الطريق بعد التطوير. تابعوني مع حضراتكم في الفيديو. واحنا دلوقتي حضرات في شارع جميلة ابو حريق، تمام؟ احنا هنا كده في شارع جميلة ابو حريق عند شركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية. دي شركة الأدوية بتاعت اسكندرية للصناعات الكيماوية من شركات الأدوية. واحنا هنا كده يا جماعة في منطقة سيوف. كده احنا في اتجاهنا مباشرة لطريق الدائري عشان نطلع على الصحراوي. احنا هنا كده يا جماعه بنعدي تقاطع طريق طنطا اسكندريه الزراعي. لو احنا عايزين نروح نمشي طريق الزراعي طنطا اسكندريه الزراعي بنعمل يوترن وبنيجي ننزل من تحت الكوبري ده يمين كده، نطلع على طريق اسكندريه الزراعي على طول كده مباشره. بنطلع على كارفور وبنمسك الطريق الصحراوي، وهنشوف دون مع حضراتكم دلوقتي. هنا حضرات بيقول لك طريق القاهره الصحراوي منطقه وسط البلد، اللي عايز يروح ميناء اسكندريه بنكمل على طول مباشره. واحنا هنا حضرات على ايدنا اليمين مزرعه المطار. مزرعه المطار دي بحيره كبيره جدا، في النص هنا ملاحات طالعه من تحت الارض، بحيره، تمام؟ واحنا هنا دلوقتي على الطريق الدائري وهنشوف الكلام ده مع بعضينا واحنا ماشيين دلوقتي حضرات. واحنا هنا على يمنا حضرات دلوقتي مزرعة المطار والبحيرة اللي انا اتكلمت على حضراتكم فيها. هحاول اوريها لحضراتكم بس هي مش هتبان بصراحة، يعني مش هتبان، بس هحاول على قد ما اقدر ان انا اوريها لكم. هي طبعا بعد الاشجار دي مساحة مية كبيرة جدا، وفي عماير هناك كتير جدا وحاجات جديدة. كده يا جماعه احنا هنكون خلصنا الطريق وطالعين دلوقتي على الصينيه اللي بتدخلنا على الصحراوي وطريق اسكندريه الصحراوي وكارفور. بناخد يا جماعه الصينيه دي كده يمين، كده يا جماعه احنا سيتي سنتر في الوش هناك كده اهو، سيتي سنتر وكارفور اهو في وش حضراتكم على ايدنا اليمين. وكده مباشره لو احنا طالعين على طريق اسكندريه الصحراوي، احنا كده على طول في طريقنا اتجاهنا على طريق مصر اسكندريه الصحراوي. على يميننا كان كارفور وسيتي سنتر. لو عايزين نطلع على مطار برج العرب، عايزين نطلع على الساحل الشمالي القاهره على طول كده يا جماعه 220 كيلو كده تدخل. حابين حضراتكم نطلع على سيدي كرير مطار برج العرب بنخش يمين من هنا. حابين نطلع على الطريق الصحراوي القاهره بنكمل على طول. طبعا في طريق القاهره الصحراوي في محافظات كتير وفي مدينه السادات، بس هو عامه مباشره الطريق ده بياخدنا لحد القاهره. والطريق الصحراوي بيتميز ان هو طريق سريع، وفي نفس الوقت السرعه القانونيه اللي عليه 120. هو اطول في المسافه عن الطريق الزراعي بس اقصر في الوقت. دلوقتي احنا هنا لو حابين نطلع على طريق الدولي الساحلي رشيد اسكندريه الزراعي دمياط بناخد اليوترن اللي فات وعدى ده يا جماعه. وعلى يمنا دلوقتي الملاحات، دي الملاحات حضراتكم والعماير الجديده اللي اتعملت تبع وزاره الاسكان. حابين نطلع على طريق وادي النطرون العالمين كله على طول مباشره. ودي الملاحات على ايد حضراتكم، الملاحات على ايدنا اليمين وايدنا الشمال، والطريق دون بيبقى وسط الملاحات يا جماعه. وبيحصل اعمال تطوير جدا في الملاحات، طبعا بيستخرجوا حاجات من باطن الارض وبينضفوا البحيرات هنا وبيعملوا شغل جميل جدا يا جماعه. بصوا اهو الشغل قدام حضراتكم اهو، الناس شغاله. وهنا حضرات لو حابين نطلع على مغرم وادي القمر العجمي برج العرب العماريه، كل الكلام ده هنتابعه مباشره من على الطريق مع حضراتكم.
وبالمناسبه يا جماعه بصوا هنا على طول الطريق على فكره في شغل، في مواسير بتطلع ومواسير بتخش، اكيد بيظبطوا البنيه التحتيه هنا واكيد بينظفوا الدنيا كلها. في مشاريع ضخمه جدا جدا على يمين الطريق وشمال الطريق زي ما حضراتكم شايفين اهي. وزاره الموارد المائيه، اداره الهيئه الهندسيه. هنا اسم شرطه البيئه والمسطحات. بص ابتدى يا جماعه هنا في طريق وفي رمله، ابتدوا يردموا في الملاحات هنا وفي الطريق من جوه في رمله، فتقريبا بيعملوا حاجه هنا، بيعملوا طريق يمشي او كده. وبص الناحيه الثانيه منظر البحيره جميل جدا يا جماعه من على بعد، انا مش شايف حضراتكم شايفينه معايا ولا لا، بس منظر البحيره كده وانت ماشي في نص البحيره من على يمينك وعلى شمالك حاجه في منتهى الجمال بصراحه. وهنا على الشمال بص في رمله، في رمله اتعملت في نص طريق الملاحات. طبعا انا بعتذر على جوده التصوير وبعتذر على ان انا بصور لكم كده. بصوا يا جماعه اهو في رمله وفي ميه وفي شغل جوه. وخلينا نتابع مع حضراتكم لحد الصحراوي ونشوف ايه اخر التطورات على طريق مصر اسكندريه الصحراوي. وهنا يا جماعه لو عايزين نطلع على طريق الساحل الشمالي، عايزين نطلع على طريق الدولي الساحلي بنخش يمين، عايزين نكمل على عمرية بنخش على طول، عايزين نخش على مدينة برج العرب بنخش يمين، حابين نطلع على مطار برج العرب بنخش يمين. لو حابين تروحوا على دير مرامينا الأثري وفي ديرين هنا جوه، حابين نطلع على استاد الجيش المصري بيبقى 8 كيلو من هنا، ومدينة برج العرب 26 كيلو من هنا، القاهرة 198 كيلو. هنا كده يا جماعة دخلت مدينة برج العرب واستاد الجيش المصري ومطار برج العرب. على طول كده مكملين مع حضراتكم لطريق الإقليمي، طريق وادي النطرون، العالمين. حابين نطلع على القاهرة، حابين نطلع على مدينة السادات، على طول في القاهرة مباشرة. بصوا يا جماعة ده كوبري لسه معمول جديد بيلففنا ويرجعنا تاني اهو على ايدنا اليمين اهو، وبيرجعنا هنا على ايدنا الشمال اهو يا جماعة. كوبري اهو دوران، اسمه كوبري دوران برج العرب، مسمينه كده كوبري دوران برج العرب. ده عاملينه يوترن يا جماعه عشان اليوترنات هنا بتكون صعبه جدا. الكوبري ده اتعمل جديد قبل دخلة العامريه، ده كوبري العامريه يا جماعه، وده اول كوبري العامريه. احنا هنا كده في العامريه في مدينه الاسكندريه، تمام، وده كوبري العامريه في اتجاهنا على طول مباشره للقاهره وطريق القاهره الصحراوي. واحنا هنا دلوقتي يا حضرات داخلين على كارتة اسكندرية لطريقنا للقاهرة. شركة الوطنية للطرق ترحب بكم. دي كارتة اسكندرية يا جماعة في اتجاهنا مباشرة للقاهرة. هما ليه موقفينه بقى؟ احنا هنا كده يا جماعة عند البوابات في اتجاهنا للقاهرة مباشرة. وده شكل البوابات يا جماعة، طريق مصر اسكندرية الصحراوي في اتجاهنا للقاهرة مباشرة. ودلوقتي يا جماعة احنا عدينا كارتة الصحراوي من مدينة الاسكندرية، وعايز اوريكم يا جماعه ان قد ايه في شغل بعد الكارتة على ايدنا اليمين في الطريق البطيء للنقل الثقيل اختلف تماما. بصوا جمال علم مصر يا جماعه وهو بيرفرف في السماء. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. انا فخور ببلدي مصر ودايما فخور بيها، وبكل الازمات وبكل الصعوبات اللي مصر بتعدي بيها هتكون افضل واحسن واعظم دوله في المنطقه بعون الله. طبعا هنا يا جماعه بعتذر لكم ان هنا بعد ما نعدي الكارتة مباشره في شغل بيحصل على الطريق البطيء للنقل الثقيل، فعشان كده النقل غصب عنهم بيطلعوا للطريق الرئيسي بتاع الملاكي لحد ما ان شاء الله يخلص التعديلات ويخلص التطوير اللي بيحصل ليهم في الطريق البطيء بتاعهم. الطريق اللي هيتم تعديله بطول 160 كيلو متر في اتجاه القاهره، من اتجاه اسكندريه للقاهره ومن القاهره لاسكندريه، يعني الشغل شغال على الاتجاهين. وهوري لحضراتكم الشغل قدام حضراتكم حالا. بص اللوادر والحفارات وكل حاجه شغاله قدام حضراتكم اهي. هيبتدي الطريق هنا هيحلو، وهحاول على قد ما اقدر ان انا اخش في الحاره البطيء في بعض التعديلات اللي حصلت، ونوري لحضراتكم الطريق اللي حصل فيه. تابعوني مع حضراتكم.
طبعا هنا بيتعمل كوبري مشاة، الناحيه التانيه اهو يا حضرات بيتعمل كوبري مشاة. بعد ما تعدي الكارت على طول بص شغل على يمينكم وعلى شمالكم. البلد شغاله في كل مكان وبتحاول على قد ما بتقدر ان هي تطور البلد على قد ما تقدر، وده كله بيرجع راحه لينا احنا. ده هيسهل علينا. معلش النقل الثقيل ده يا جماعه بينقل بضايع من القاهره لاسكندريه، وبينقل بضاعه من اسكندريه للقاهره والله ومحافظات تانية كتير. فطبعا لما الطريق بتاعهم يحلو والطريق بتاعهم يبقى الخدمه بتاعته ممتازه ويكون متسفلت، البضاعه مش هيقفوا في الطريق كتير، بضاعه الحوادث هتقل، السائق وهو ماشي هيبقى مستمتع بالطريق اكتر. فدي فايده لكل الاتجاهات. بص الشغل يا جماعه على ايدنا اليمين اهو، شغل كتير جدا بطول 160 كيلو متر، تطوير وتوسيع الحاره الجانبيه للنقل الثقيل وطريق الخدمات في طريق القاهره اسكندريه الصحراوي. تابعوني في الفيديو هنشوف ايه اخرة التطورات على طريق مصر اسكندريه الصحراوي. وبالمناسبه يا جماعه انا عايز اوري لحضراتكم حاجه. هنيجي هنا دلوقتي على الشمال في كاميرات مراقبه وكاميرات رادار زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي. ايه ده؟ الكاميرات اللي بتضرب في الاشهر دي يا جماعه لازم ايدينا تبقى على الدركسيون، رابطين الحزام، نلتزم بالسرعه القانونيه اللي هي 120 على الحاره الشمال زي ما حضراتكم شفتوني في الفيديو. جمال بقى الخضره وجمال النخل في بلدنا. طول ما انت ماشي من على الصحراوي هتحس ان هو يا جماعه ما بقاش صحراوي، هتحس ان الطريق بقى زراعي من جمال الخضره وجمال النخل وجمال الطبيعه الخلابه اللي عندنا في بلدنا. احنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله تزرع في اي مكان في مصر هيطلع لك احلى واجود وانضف انواع الزرع اللي في العالم كله. وزي ما انتم حضراتكم شايفين كده الشغل طول الطريق، يعني الشغل مش في مكان واحد، الشغل طول الطريق يا جماعه كميه شغل رهيب عشان عايزين يدبلروا الوقت ويبقى في اسرع وقت تم تطوير الطريق. فدي حاجه ممتازه جدا اهو يا جماعه. قدام حضراتكم الشغل في الحاره البطيء. بص عربيات نقل قد ايه، نقل ثقيل، اللي بينقل واللي بيشيل واللي بيجيب واللي بيرفع واللي بيخدم. بجد شغل في كل مكان اهو يا جماعه. حاجه ممتازه جدا، لازم نبقى فخورين ببلدنا وبلدنا بتتطور في كل مكان. واحنا هنا كده يا حضرات عند مدينه النوبريه الجديده. مدينه النوبريه الجديده دي يا جماعه شكلها جميل جدا جدا، يعني من على الصحراوي شكلها جميل جدا. يا ريت ناخد بالنا من الرادارات. بص الرادار الكابينه السوداء اللي تحت الكوبري دي يا جماعه، انا عشان ماشي في الحاره دي ماشي 80 دلوقتي، المفروض 100 وعلى شمالي 120. على شمالنا الناحيه التانيه قدام النوبريه الجديده يا جماعه بيقابلنا هنا بنزيمه شيل اوت لو انت جاي من القاهره، وبنزيمه ماستر غاز دي عند مخرج 23 في الاتجاه المعاكس. اما هنا على ايدنا اليمين يا جماعه مدينه النوبريه. مدينه النوبريه هنا يا جماعه جميله جدا، وفي هنا بحيرات جوه مياه عذبه تحفه بصراحه يا جماعه. ده مدخل المدينه يا جماعه. وهنا كده حضرات متابعين مع حضراتكم من على الصحراوي داخلين على واحة عمر. واحة عمر دي منطقة ريست لو انتوا حابين حضراتكم تقعدوا فيها، جميلة جدا وفيها يعني بتتميز بالقعدات الحلوة اللي فيها. وفي نفس الوقت هنشوف مع بعضينا دلوقتي واحة عمر. تابعوا معايا حضراتكم. هندخل الحارة البطيء كده طريق الخدمات. وبالمناسبة نشوف الطريق بعد ما اختلف وبعد ما اتسفلت وبعد ما اتطور واللي بيخدم العربيات النقل الثقيل. فقد ايه شوفوا الطريق وسع وحلو، وقد ايه بص الاسفلت اول ما بخش ناحيته بيبقى حاجه في منتهى الروعه والجمال. واحنا هنا كده على يمين حضراتكم واحة عمر يا جماعه، فيها مركز خدمات للعربيات. واحة عمر يا جماعه.
وده الطريق بعد التعديل. قد ايه بص الطريق وسع، الطريق بقى حكايه هنا يا جماعه. انا مش يعني عايز اقول لحضراتكم ان الطريق بعد ما اختلف وبعد ما اتسفلت في البطيء وطريق الخدمات لعربيات النقل بقى احسن من الرئيسي نفسه اللي بيمشي عليه الملاكي. طريق الخدمات هنا بقى جودة الطريق والاسفلت واتعمل واترصف بطريقة محترمة جدا. طبعا هو لسه بيتم تخطيطه، وفي باين اهو في الارض بسيط جدا ان في تخطيط في الارض رفيع قوي، فلسه هيتم تخطيط الطريق كله. طبعا في طريق الخدمات هنا في اللي بيخدم النقل الثقيل يا جماعه بتلاقوا زي ما حضراتكم شايفين كده محلات، عايزين تشربوا قهوه، عايزين اي حاجه بتلاقوها هنا يا جماعه. وبعد ما بنعدي واحد عمر يا جماعه بيقابلنا على ايد حضراتكم اليمين كده مستشفى وادي نطرون على الصحراوي مباشره اهي مع حضراتكم مستشفى وادي النطرون التخصصي. وبعد كده بيقابلنا عماير وادي النطرون على الطريق مباشرة يا جماعة. احنا هنا تحديدا في منطقة وادي النطرون. وده شكل العماير يا جماعة. شكل العماير طبعا العماير شكلها جديد وزي عماير الاسكان والتعمير، فدي اكيد الدولة هي اللي منشئها. بص الديزاين محترم جدا وعلى الصحراوي مباشرة عماير وادي النطرون. وهنا حضرات بعد ما بنعدي واحد عمر بيقابلنا على ايدنا الشمال تشيل اوت وماستر. لو احنا حابين نخش لها يا جماعه بيبقى من تحت الكوبري ده. احنا كده هنا على الصحراوي في اتجاهنا مباشره للقاهره. الناحيه التانيه في ماكدونالدز وفي ماستر وفي تشيل اوت وفي يعني مكان كويس جدا. الصحراوي يا جماعة السرعة القانونية عليه 120. وهنا حضرات بيقابلنا مجمع المحاكم اللي على الصحراوي. مجمع المحاكم ده كبير جدا يا جماعة، يعني مجمع محاكم وسجن في نفس الوقت على الطريق الصحراوي مباشرة قدام حضراتكم الناحية التانية اهو. شكله بصراحة جميل جدا رغم ان هو سجن او مجمع احكام لقضايا الحماية المجتمعية، مركز الاصلاح والتأهيل. يعني هنا يا جماعة بقى عندنا مركز اصلاح وتأهيل. بص المساحات الخضراء اللي قدام واخد مساحة كبيرة جدا من على الصحراوي، مساحته كبيرة جدا جدا، فدي حاجة ممتازة برضك ان يبقى موجود عندنا في بلدنا مركز اصلاح وتأهيل اكيد للسجون. انا هفضل مكمل مع حضراتكم الفيديو لحد ما ينتهي مجمع المحاكم. وزارة الداخلية قطاع الحماية المجتمعية. وبكده يا جماعة احنا هنا بنكون خلصنا سور مجمع المحاكم من على الصحراوي مباشرة. وبيقابلنا بعد مجمع المحاكم مدينة السادات يا جماعة، مدخل مدينة السادات من على ايدنا الشمال من على الصحراوي. وبعد كده بيقابلنا هايبر 1 هنا على ايدنا اليمين. وبعد منه بيقابلنا جرين ديزرت هوتيل. واحنا كده متابعين مع حضراتكم من على الصحراوي مباشرة. اتمنى ان صحراء بلدنا كلها تتزرع. جمال منظر الشمس من على الصحراوي يا جماعة. وهنا يا حضرات لو حابين نطلع على محور الضبعة بناخد الدخلة اليمين دي. محور الضبعة ده لو عايزين نروح على مدينة نصر، مصر الجديدة، هننزل وسط البلد محور كوبري تحيا مصر،
تمام. بناخد الدخله اليمين دي وبنقابل كوبري الضبعه. تمام، قدام حضراتكم اهو. هو ده طريق المحور يا جماعه. بقول لك لا، ان انا يعني اجي 4 ايام وهي عادي معتمد عليها في حاجات كتير، بس عايزين نطلع على بعملها اكتوبر او نلف ونرجع، بنخش يمين. مش كتير. انا مثلا يعني في رادار هنا يا جماعه على ايدنا الشمال، هما لو احتاجوا حاجه او مش عارف ايه ان انا اعملها يعني. البوكس الاسود ده. فانا لسه لو عديت السرعه القانونيه اللي هي 120 هتاخد اللي احنا مخالفه. معتمدين عليه. اللي قدام حضراتكم دي مدينه الشيخ زايد. انا عايز اروح بصراحه، بس برضه لحد دلوقتي مش عارف انا هو نفس الدنيا والله. لو عايزين نروح الشيخ زايد، دخلة الشيخ زايد يا جماعه. انا همشي في الموضوع، مش هقول حاجه. لو خلاص ضلنا خلاص يمين كده دخلة الشيخ زايد. فاضل على القاهرة 35 كيلو. كده يا جماعة احنا هنا وصلنا لنهاية طريق مصر اسكندرية الصحراوي، وداخلين على كارتة القاهرة. على شمالنا هنا حضارات القرية الذكية، منطقة أبو رواش. كارتة القاهرة يا جماعة. الطريق بعد التطوير اختلف وبقى حلو، وبعد التعديلات اللي بتحصل فيه دي ان شاء الله يبقى احلى واحلى. كده احنا عدينا كارتة القاهرة. على شمال حضراتكم القرية الذكية. في الناحية التانية قدام حضراتكم بنزيمة غاز ومركز بريد ومركز خدمات. في الناحية التانية سيركل كي لو انت داخل الصحراوي. اما لو انت راجع من هنا بص علامة سودك. سودك انتشرت برضك هنا في البلد بطريقة ممتازة وعملت شوية كومباوندات حلوة. في هنا على ايد شمال حضراتكم بنزيمة غاز، ماكدونالدز، تشيل اوت، العزبي، في ستاربكس. كده يا جماعة احنا لو حابين نطلع على حدائق الأهرام، حابين نخش على الجيزة بنكمل على طول، حابين نطلع محور 26 يوليو بنطلع كوبري لف شمال. كارفور هنا وداندي مول. أتمنى إن الفيديو يكون عجب حضراتكم، وشوفنا مع بعض طريق مصر اسكندرية الصحراوي بآخر التعديلات والتطويرات اللي فيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.